السلام عليكم، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا احمد حداده وده الفيديو التاسع من كورس لغه بايثون. الحمد لله رب العالمين، بعد ما انهينا الجزء الفاريبل النهارده ان شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم جدا الا وهو الداتا تايبس، انواع البيانات. والموضوع ده مهم جدا في لغه بايثون وفي كل لغات البرمجه. طيب، يعني ايه انواع البيانات؟ ايه اصلا كلمه انواع البيانات دي؟ علشان نفهم مع بعض يعني ايه انواع البيانات تعال نشرحها بمثال. هعمل فاريبل اتش وهخزن فيه قيمه 20. دلوقتي أنا عندي variable اسمه h ومخزن فيه قيمة 20. طيب، فلو سألتك نوع البيانات بتاع المتغير h ده هيكون إيه؟ هتقول لي مش فاهم برضه يعني إيه نوع البيانات. طيب، هقول لك ال20 دي نوعها إيه؟ هتقول لي رقم صحيح. رقم صحيح في البرمجة يعني إيه؟ يعني int. طيب، الint دي اختصار لإيه؟ integer. يعني إيه integer؟ يعني رقم صحيح. integer ده أول نوع data types عندنا. تاني، integer ده أول نوع من الداتا تايبس عندنا. طيب، يعني ايه انتجر؟ انتجر يعني رقم صحيح. يعني ايه رقم صحيح؟ يعني رقم موجب او سالب او صفر. رقم صحيح يعني يا اما يكون موجب او سالب او صفر. تعال نشوف مع بعض. بعد كده الايدج مخزن فيه قيمه 20. ال 20 ده رقم صحيح، رقم موجب. فرقم موجب يعني رقم صحيح. طيب، فلما انا جيت قلت لك ال 20 دي ايه؟ قلت لي رقم صحيح. بناء على ايه؟ بناء على انك شفت ال 20 دي رقم موجب، فبناء على ان هي رقم موجب فبقت رقم صحيح. فانت قلت لي رقم صحيح. طيب، لو عملنا متغير واي وخزنا فيه سالب 50. جميل؟ طيب، قلت لك ده نوعه ايه؟ هتقول لي رقم صحيح. هتقول لي ليه؟ هتقول لي علشان ده رقم سالب فاذا ده رقم صحيح. طيب، تعالى نعمل فاريبل تالت زد وهنخزن فيه قيمة صفر. طيب، فلو أنا قلت لك الصفر ده نوعه إيه؟ هتقول لي رقم صحيح. هتقول لي ليه؟ هتقول لي علشان ده صفر. طيب، فإذا أول نوع من الداتا تايبس اسمه int، باختصار ليه انتجر. يعني إيه انتجر؟ يعني رقم صحيح. يعني إيه رقم صحيح؟ يعني رقم موجب أو سالب أو الصفر. طيب، بحدد الداتا تايبس بناء على إيه؟ تعالى كده نشيل الكلام ده كله. هعمل فاريبل اكس وهخزن فيه قيمة 100. طيب، لو أنا قُلت لك أنا عايز أعرف نوع الdata types بتاع الvariable x ده. طيب، هنعرفه إزاي؟ بناءً على القيمة اللي أنا مخزّنها جوّه الvariable. فهنا أنا عندي variable x مخزّن فيه قيمة 100. فلمّا آجي أقول لك إيه نوع الdata types أو نوع أنواع البيانات للvariable x، هتبُص على طول على القيمة. القيمة إيه؟ 100. ال100 دي إيه؟ رقم موجب. فرقم موجب يعني رقم صحيح. رقم صحيح في لغة بايثون وفي البرمجة يعني إيه؟ يعني int. فلمّا أقول لك الdata types أو نوع البيانات الvariable x ده هتقول لي إيه؟ هتقول لي ده نوع int. يعني إيه integer؟ يعني رقم صحيح. طيب، نعمل variable تاني y ونخزن فيه قيمة -10. فلو قلت لك نوع البيانات أو الdata types للvariable y هتقول لي إيه؟ هتقول لي أول حاجة هنبُص للvalue أو القيمة اللي أنا مخزنها جوّه المتغير. القيمة دي -10. فلو قلت لك ده إيه؟ نوع البيانات لده إيه؟ هتقول لي ده رقم سالب يعني رقم صحيح. رقم صحيح في لغة بايثون أو في البرمجة يعني int. يبقى إذًا نوع الdata types للvariable y ده هيبقى إيه؟ int. بناءً على إيه؟ بناءً على القيمة اللي أنا مخزنها جوّه الvariable y. طيب، نعمل variable تالت z هنخزن فيه قيمة صفر. فلو قلت لك نوع الداتا تايبس للفاريبل z هتقول لي ايه؟ هتقول لي اول حاجه هبص على القيمه اللي انا مخزنها جوه المتغير z. القيمه ايه؟ صفر. فالصفر ده ايه؟ فالصفر ده رقم صحيح. رقم صحيح في بايثون يعني ايه؟ يعني انت. فنوع الداتا تايبس للفاريبل z هيكون ايه؟ هيكون انت. بناء عليه بناء على القيمه. لو انا عايز احدد نوع الداتا تايبس او انواع البيانات لاي فاريبل هبص على القيمه اللي انا مخزنها جوه المتغير ده، وبناء على القيمه هقدر احدد نوع الداتا تايبس. طيب، أنا واحد دلوقتي لسه مبتدئ، والكلام اللي أنت بتقوله ده لسه ما دخلش دماغي. ما فيش طريقة سهلة تعرفني نوع البيانات؟ هاقول لك تعالَ. عندنا دالة اسمها type. type دي بتعمل إيه؟ بتحدد نوع البيانات. تاني، type دي بتعمل إيه؟ بتحدد نوع البيانات. يعني إيه بتحدد نوع البيانات؟ يعني بتعرف لي الdata types للvariable ده هيكون إيه بالضبط. مثلًا أنا عايز أعرف نوع البيانات للvariable x ده باستخدام الدالة type. طيب، أول حاجة هنكتب الprint وافتح القوسين اللي هي اسمها إيه؟ round bracket. طيب، وهاكتب الtype. تمام؟ بس ملحوظة الtype كلها small. دي small ما تتكتبش capital لإن إحنا قلنا بايثون case sensitive يعني الحروف الكبيرة غير الحروف الصغيرة. فلو كتبنا الT دي capital هيظهر لي error. طيب، هارجعها تاني T small. وبعد كده أنا كتبت الtype هاعمل إيه؟ هافتح قوسين. طيب، فتحت القوسين. بعد ما أفتح القوسين هاكتب اسم الvariable اللي أنا عايز أعرف نوع البيانات بتاعه. مثلًا أنا عايز أعرف نوع البيانات للvariable x فهاكتب هنا x. x إحنا قلنا int. تعال نشوف هيطلع int والّا لأ. لو طلع حاجة غير الint يبقى إحنا كلامنا غلط. لو طلع int يبقى كلامنا صح. تعال نشوف الناتج إيه؟ class int. int أهو. يبقى إذا كلامنا صح ونوع البيانات للمتغير x من النوع int.
عايز أعرف نوع البيانات للمتغير واي. تعالَ كده أول حاجة هنعمل إيه print، وبعدين هافتح القوسين، بعد كده هاكتب إيه، هاكتب الطيب. هاكتب الطيب ليه؟ علشان أحدد نوع البيانات للمتغير بتاعي. ماشي هاكتب طيب، بعد ما أكتب الطيب هافتح قوسين، بعد ما أفتح قوسين إيه اللي هاكتبه جوه القوسين؟ هاكتب اسم المتغير اللي أنا عايز أعرف نوع الdata type بتاعه. إيه هو المتغير اللي أنا عايز أعرف الdata type الواي؟ فهاكتب الواي. تعالَ نشوف الdata type بتاعتها إيه. إحنا قلنا الdata type للvariable واي هيكون إيه؟ هيكون int. طيب تعالَ نشوف النتيجة كده، هيكون إيه؟ برضه int. طيب تعالَ نطبّق الكلام ده على الZ. أول حاجة هاعملها إيه؟ هاكتب print، بعد الprint هافتح القوسين، فتحت القوسين عايز أعرف نوع البيانات للمتغير Z استخدام الدالة type. هنكتب الtype، وبعد ما أكتب الtype هافتح القوسين. طيب لتالت مرّة إيه الحاجة اللي هاكتبها جوه القوسين؟ الحاجة اللي أنا هاكتبها جوه القوسين هي اسم المتغير اللي أنا عايز أعرف نوع المتغير بتاعه. طيب إيه هو اسم المتغير؟ Z، فهاكتب الZ. طيب إحنا قلنا الZ نوع البيانات بتاعه إيه؟ هيكون int. طيب فلو جينا كده نرن الكود هيكون إيه؟ هيكون int. طيب فإذا نوع البيانات للمتغير x هيكون int، وللمتغير y هيكون int، وللمتغير z هيكون int. بناءً على إيه؟ أنا باعرف نوع البيانات بناءً على القيمة اللي أنا مخزنها جوه المتغير. طيب أو بطريقة تانية اللي هي إيه؟ اللي هي الطيب. الطيب دي بتعمل إيه؟ بتحدد لي نوع البيانات للمتغير اللي أنا عايزه. يبقى تاني int اختصار لinteger. يعني إيه integer؟ يعني رقم صحيح. يعني إيه رقم صحيح؟ يعني رقم موجب أو سالب أو الصفر. ممكن أقوم بعمل عمليات حسابية على المتغيرات x y وz. إزاي؟ هاعمل break وبعد كده هافتح قوسين. أنا عايز أعمل إيه؟ مثلًا أنا هاجمع الx مع الy، هاجي هنا جوه القوسين أكتب الx، وبعد كده إيه العملية اللي أنا هاقوم بيها؟ عملية الجمع زائد إيه؟ زائد الy. طيب فبقى عندي x زائد الy. طيب الx دي قيمتها بكام؟ x قيمتها ب100 زائد الy دي قيمتها بكام؟ ب-10. ف100 زائد -10 أكني باقول بالضبط 100 ناقص 10، فالنتيجة هتكون كام؟ 90. كام؟ ب90. طيب تعالَ نجرّب الطرح. مثلًا أقوم باعمل طرح إيه؟ الZ ناقص الواي. أدي كده الZ. إيه العملية الحسابية اللي أنا هاقوم بيها؟ الناقص. طيب ناقص إيه؟ ناقص الواي. طيب الZ قيمتها بكام؟ الZ قيمتها ب0. إيه العملية الحسابية؟ اللي هي الناقص. ناقص إيه؟ الواي قيمتها بكام؟ ب-10. طيب سالب، سالب معناها موجب. طيب أدي كده صفر. سالب، سالب دي معناها موجب. يعني إيه؟ سالب في سالب بموجب. هنقولها مع بعض كمان شوية. فسالب في سالب بموجب زائد كام؟ 10. طيب الناتج هيكون إيه؟ هيكون 10. تعالَ نشوف النتيجة مع بعض أهو 10. بالمناسبة تعالَ نشوف مع بعض الموجب والسالب والكلام ده كله. لو أنا عندي ضرب أو طرح أو قسمة أو أي حاجة، تعالَ نشوف موجب زائد موجب النتيجة هتكون موجب. موجب زائد سالب دي هتتحدد على أنهي الأكبر، بمعنى الناتج اللي هيطلع هيتحدد على أساس العدد الأكبر. سواء لو كان العدد الأكبر موجب فالناتج هيكون موجب، ولو كان العدد الأكبر سالب الناتج هيكون سالب. تعالَ ناخد مثال عليها. مثلًا أنا هاعمل بريك 100 زائد هاكتب عدد سالب مثلًا -50 خلّيها جوه قوسين. أنا باعمل عملية جمع بين رقم موجب ورقم سالب. إحنا قلنا 100 زائد -50 الناتج هيكون كام؟ إحنا قلنا الرقم الموجب زائد الرقم السالب الناتج بيتحدد بناءً على إيه؟ بناءً على العدد الأكبر، لأن العدد الأكبر هو الموجب فالناتج هيكون موجب، ولو كان العدد الأكبر سالب فالناتج هيكون سالب. ففي المثال ده إيه العدد الأكبر ال100 والّا -50؟ طبعًا ال100. ده هاقول إيه؟ ال100 موجب فموجب في سالب، فسالب في موجب بسالب، ناقص أدي كده 50 الناتج هيكون كام؟ 50. تعالَ نشوف النتيجة 50. وحاجة تانية يا شباب، تعالَ كده إيه نعمل كده comment ونكتب موجب في موجب هيكون موجب. تمام؟ حلو. موجب في سالب الناتج هيكون سالب. جميل؟ حلو. سالب في سالب الناتج هيكون موجب. لازم تعرف العمليات دي كويس. ديّة أساسيات الرياضة اللي لازم تكون عارفها. تعالَ نطبّق على المثال ده. مثلًا لو هنعمل print 2 في 50 باقوم بعملية ضرب بين رقم موجب ورقم موجب، فموجب في موجب الناتج هيكون كام؟ موجب. ف2 في 50 الناتج هيكون كام؟ الناتج هيكون 100 أهو. ناتج 100. هاعمل print هنجرّب. أقوم عامل ضرب رقم موجب في سالب ونشوف النتيجة هتكون كام. 5 في رقم سالب مثلًا -2. هنا إحنا قلنا إيه؟ موجب في سالب الناتج هيكون كام؟ سالب. تعالَ هنا ال5 رقم موجب في رقم سالب في -2 فالناتج هيكون كام؟ إحنا قلنا إن موجب في سالب فالناتج هيكون سالب، فده موجب 5 في -2 الناتج هيكون كام؟ أدي كده السالب. هاحط السالب وأضرب ال2 في 5 بكام؟ ب10. الناتج تعالَ نشوف النتيجة مع بعض. الناتج هيكون -10. تعالَ نشوف حاجة تانية. مثلًا سالب في سالب، مثلًا -5 في -4. هنا أنا باعمل عملية ضرب بين عدد سالب وعدد سالب، وقلنا من شوية سالب في سالب الناتج هيكون موجب، ف-5 في -4 المفروض الناتج يبقى موجب، فهاكتب موجب وهاعمل ضرب بين ال4 و5. 4 في 5 بكام؟ ب20 فالناتج هيكون كام؟ 20 أو موجب 20.
اهو موجب 20. ودي حاجات اساسيه، بيزكس اساسيه في الرياضه لازم تكون عارفها. وبكده يكون خلصنا اول نوع من انواع الداتا تايبس الا وهو الانت. تعال كده نراجع مراجعه سريعه على الانت. احنا عندنا انت اختصار لايه؟ اختصار لانتجر. انتجر ده اللي هو ايه؟ رقم صحيح. رقم صحيح يا اما موجب او سالب او الصفر. لو شفت حاجه من الثلاثه دول يبقى نوع البيانات رقم صحيح. ورقم صحيح في البرمجه يعني ايه؟ يعني انت. طيب وعرفنا كمان لو انا عايز احدد نوع البيانات هستخدم ايه؟ هستخدم الداله طيب. الداله طيب دي بتعمل ايه؟ بتحدد نوع البيانات. تمام يا شباب. واستخدمنا عمليات حسابيه على الان وشرحنا شويه اساسيات كده لازم تكون عارفها. طيب جميل الكلام لحد هنا. ندخل بقى على تاني نوع من الداتا تايبس الا وهو الفلوت. فلوت اختصار ليه؟ فلوتنج بوينت نمبر. يعني ايه فلوتنج بوينت نمبر؟ فلوتنج بوينت نمبر يعني رقم عشري. يعني ايه رقم عشري؟ يعني اي رقم فيه كسور. يعني ايه برضه اي رقم فيه كسور؟ يعني مثلا زي الرقم ده ادي كده 10 ونص. 10 ونص ده ايه؟ ده رقم عشري فده فلوت. عرفت منين ان رقم 10 ونص ده رقم عشري؟ بناء على الضاد دي اللي هي دي. لو انا هكتب ادي كده 10 ونص، بعد كده نكبر الشاشه هنا وادي كده 10 ونص. عرفت منين ان ده رقم عشري؟ بناء على النقطه دي عرفت ان الرقم 10 ونص ده رقم عشري. يعني لو شفت اي رقم في النقطه دي او الضاد دي اعرف على طول ان الرقم ده رقم عشري. واي رقم عشري في البرمجه يعني فلو. تعال نشوف الكلام. هنعمل فاريبل اكس وهخزن فيه قيمه 5 ونص. عندي فاريبل اكس ومخزن فيه قيمه 5 ونص. طيب تعال بقى نراجع على الكلام اللي احنا قلناه في الايه. لو انا قلت لك عايز اعرف نوع البيانات للمتغير اكس، طيب هتقول لي ايه؟ هتقول لي هندسه انت قلت لي اول حاجه ابص عليها القيمه اللي انا مخزنها جوه المتغير ده. القيمه دي ايه؟ القيمه دي رقم عشري. عرفت منين ان القيمه دي رقم عشري؟ انت قلت لي هندسه ان اي حاجه فيها الضاد دي فهي رقم عشري. ورقم عشري في البرمجه يعني فلوت. فاذا نوع البيانات لمتغير اكس هيكون فلوت. طيب تعالى نعمل فاريبل تاني وهنسميه واي وهنخزن فيه قيمه مثلا 108 من 10. فلو انا قلت لك عايز اعرف نوع البيانات او نوع الداتا تايبس للمتغير واي هتقول لي خلاص بقى احنا عارف. هنبص على الفاليو. القيمه اللي انا مخزنها جوه المتغير واي. القيمه اللي انا مخزنها جوه المتغير واي هتكون ايه؟ دي رقم 10. عرفت منين ان هي رقم 10؟ بناء على النقطه دي فعرفت ان رقم 10. طيب رقم 10 في البرمجه او في لغه بايثون معناها ايه؟ معناها فلوت. فالمتغير واي ده الداتا تايبس بتاعه او نوع البيانات بتاعه هيكون ايه؟ هيكون فلوت. طيب تعال نطبق الفكره تاني. نعمل فاريبل تالت وهنسميه زد وهنخزن فيه قيمه مثلا 2 ونص. فلو انا قلت لك ايه نوع الداتا تايبس او نوع البيانات المتغير زد هتقول لي اول حاجه هشوف القيمه او الفاليو اللي انا مخزنها جوه المتغير زد. طيب فلو انا سالتك القيمه دي نوعها ايه هتقول لي رقم 10. طيب فانا اسالك عرفت منين ان الاتنين ونص هي رقم 10؟ بناء على الضغط او النقطه دي. فبناء على النقطه دي او العلامه العشريه دي عرفت ان الاتنين ونص ده رقم 10. طيب فرقم 10 في البرمجه يعني معناها ايه؟ يعني فلوت. طيب بناء على الكلام ده نوع البيانات او الداتا تايبس المتغير زد هيكون ايه؟ هيكون فلوت. هنعيد الكلام اللي احنا قلناه في الانت بالمره الثانيه. دلوقتي انا لسه مبتدئ وما اعرفش ايه انواع البيانات وما اعرفش يعني ايه داتا تايب اصلا. فانا عايز طريقه سهله تعرفني ايه نوع البيانات للمتغيرات دي. الداله اللي بتحدد نوع البيانات اسمها طيب. طيب دي وظيفتها ايه؟ وظيفتها تحدد نوع البيانات. طب ما تيجي كده نشوف هل المتغيرات الثلاثه اكس واي وزد من النوع فلوت. تعال نشوف. طيب تعالى نراجع على الكلام اللي احنا قلناه في الانت. انا عايز اعرف نوع البيانات لمتغير اكس. هعمل ايه؟ اول حاجه هعملها هكتب برنت وبعد برنت هكتب الطيب. وهعيد تاني الطيب لازم تكون حروفها كلها سمول مش كابيتال. وخصوصا التي لازم تكون سمول. طيب كتبت الطيب. بعد الطيب اعمل ايه؟ هعمل قوسين اللي هي اسمها ايه؟ راوند براكت. طيب هكتب ايه جوه القوسين؟ هكتب اسم المتغير اللي انا عايز اعرف نوع الداتا تايبس او نوع البيانات للمتغير. طيب ايه هو المتغير اللي انا عايز اعرف نوع الداتا تايبس بتاعه؟ هو اكس. هكتب اكس. فدلوقتي لو انا عايز اشوف نوع الداتا تايبس المتغير اكس تعال نشوف كده هيكون فلوت. طيب تعال نطبق نفس الكلام على المتغير واي. عايز اعرف نوع الداتا تايبس للمتغير واي. هعمل ايه؟ هكتب برنت. طيب وبعد برنت هكتب ايه؟ هكتب الداله اللي بتعرفني نوع البيانات او اللي بتحدد لي نوع البيانات. طيب ايه الداله اللي بتحدد لي نوع البيانات؟ هي الداله طيب. طيب وبعد ما اكتب الداله طيب هفتح القوسين. بعد ما كتبت القوسين هكتب جوه القوسين. اللي هكتبه جوه القوسين هو اسم المتغير اللي انا عايز اعرف نوع الداتا تايب بتاعه. طيب ايه هو المتغير اللي انا عايز اعرف نوع الداتا تايب بتاعه؟ هيكون الواي. فهكتب جوه القوسين هنا الواي. فلو جينا كده نشوف النتيجه هتكون ايه؟ فلوت. بالفعل هي فعلا فلوت. طيب تعالى نطبق الكلام ده مع المتغير زد برنت. طيب هنكتب الطيب. خلاص بقى احنا عرفنا دي كده الطيب
وادي كده قوسين، هاكتب جوه القوسين اسم الفاريبل اللي انا عايز احدد نوع داتا تايبس بتاعه، فادي كده الزد. فلو جينا نشوف الناتج هيكون ايه؟ فلوت. وده نفس النتيجه اللي احنا طبعا ادي كده فلوت فلوت فلوت، ادي كده الفلوت وادي كده الطيب. ممكن برضو اعمل عمليات حسابيه على المتغيرات دي. تعال نشوف الكلام ده. انا عايز اعمل برنت ليه مثلا اكس زائد الزد، اكس ادي كده زائد الزد. طيب انا هعمل عمليه جمع بين الاكس والزد. الاكس قيمتها بكام؟ الاكس قيمتها بخمسة ونص، زائد الزد، الزد قيمتها بكام؟ باتنين ونص. فالمفروض 5 ونص زائد 2 ونص الناتج يكون كام؟ 8. طب تعال نشوف النتيجة. الناتج كام؟ 8. طب ليه ظهر لي رقم عشري؟ لأن الفاريبل اكس والفاريبل زد الداتا تايبس بتاعتهم من النوع فلوت، فقلنا طالما الفاريبلز دي من النوع فلوت فلازم يكون فيها رقم عشري، فالنتيجة هنا فعلا فيها رقم 10. طيب تعالى مثلا نعمل عملية طرح، مثلا الاكس ناقص الزد، اكس ناقص الزد. طب تعال نشوف، ادي كده الاكس قيمتها بكام؟ بخمسة ونص. ايه العمليه اللي انا هقوم بيها؟ عمليه الطرح. الزد قيمتها بكام؟ قيمتها باتنين ونص، فالمفروض خمسة ونص ناقص الاتنين ونص المفروض الناتج يكون 3. هنشوف نتيجه اهي 3. طبعا علامه العشرين عشان الاكس والزد من النوع فلوت. تعال نرجع على الفلوت. احنا قلنا الفلوت دي اختصار لفلوتنج بوينت نمبر، يعني رقم عشري. يعني ايه رقم عشري؟ يعني اي رقم فيه علامه عشريه او فيه النقطه دي او الضاد دي، اي رقم فهتلاقي فيه دي فهو من النوع رقم عشري. طيب رقم عشري في البرمجه يعني ايه؟ يعني فلوت. كده احنا عرفنا نوع البيانات الانت والفلوت وشرحناهم بالتفصيل. وبس كده، يا رب يكون الفيديو فاتكم. كان معكم احمد حتاته، ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.